والسلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة ابداع، ومكملين ان شاء الله في كورس وورد بريس ديفلوبر اللي احنا بدأناه مع بعض. طبعا يا جماعة ان المحاضرة اللي فاتت او السيشن اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ازاي تسيف او تسطب او تعمل انستوليشن لثيم من الثيمات المجانية على الوورد بريس. طبعا زي ما احنا شايفين يا شباب، كل دي كانت ثيمات مجانية، ولكن احنا كنا اخترنا ثيم اسمه بوسا لو احنا فاكرين، وسطبناه على السيستم بتاعنا، وهو حاليا دلوقتي شغال على السيستم بتاعنا. ولو رحنا لأي كمان صفحة هتلاقيه بيروح معاك على صفحة الاباوت، على السيرفيسز، التيم، كل الكلام ده شغال طبعا زي ما احنا شايفين. ولكن في حلقة النهاردة او في فيديو النهاردة احنا هنتكلم عن ازاي بقى يا باشمهندس نجيب ثيمات مدفوعة، في حين ان احنا عندنا عميل مش عاجبه اي ثيم من الثيمات المجانية، او مستعد ان هو يدفع في ثيمات مدفوعة هتكون افضل وهتكون فيها اوبشنز اكتر، وكمان هتكون سهلة انك انت تقدر تقسطم عليها. برضو الثيمات المجانية سهلة جدا انك تقدر تقسطم عليها، ولكن الفرق ان الثيمات المدفوعة بيكون فيها اوبشنز اكتر وشكلها ممكن يكون افضل. وتعالوا نشوف ازاي نجيب ثيمات مدفوعة. رقم واحد، احنا عندنا اكتر من موقع، او احنا عندنا بالظبط 3 مواقع مشهورين في حتة الثيمات المدفوعة. طب هل هم 3 مواقع بس؟ لا طبعا، هو في مواقع كتيرة جدا بتبيع لك ثيمات وورد بريس، ولكن انا هقول لك على اشهر 3 مواقع احنا بنستخدمهم في سوق العمل، وكمان يمكن اشهر منصة او اشهر موقع فيهم بيبيع لك ثيم مشهور جدا جدا جدا. هنشوف كل ده ان شاء الله في فيديو النهارده. رقم واحد، احنا عندنا يا جماعه حاجه اسمها ثيم فورست، ويب سايت اسمه ثيم فورست. لو رحت على جوجل كده وكتبت themeforest.net هيفتح معاك الويب سايت الخاص بتاع ثيم فورست بالشكل ده. طيب اجيب من هنا يا جماعه ثيم مدفوع من على ثيم فورست. اول حاجه انت طبعا لازم هتروح تعمل ساين ان هنا، تمام؟ وبعد كده انت مجرد ما دخلت على انفاتو هتلاقي حاجه هنا اسمها ويب ثيمز اند تمبلتس. لو انت جيت بصيت تحت كده هتلاقي مكتوب وورد بريس. لو جيت بس ضغطت عليه، طبعا يا جماعه الوورد بريس خد بالك بقى، عشان هو هنا بيقول لك ايه، انت عاوز السيم بتاعك او القالب بتاعك يتماشى مع ويب سايت بيتعامل مع ايه. يعني انت لو وقفت على وورد بريس هنا مثلا هتلاقي هل الويب سايت بتاعك بلوجز بيتعامل مع المدونه بشكل اكتر، بحيث ان هو يرشح لك بيرشح لك ثيمز وقوالب متناسقه ومتوافقه اكتر مع الشغل بتاعك. هل الشغل اللي انت هتعمله ده هيبقى شغل بلوج اكتر ومدونه؟ هل الشغل مثلا اللي انت هتعمله ده وليكن هل هو اي كوميرس؟ يعني لو نزلت تحت شويه كده، هل هو اي كوميرس مثلا؟ هل هو موقع لإديوكيشن تعليمي؟ هل هو ريل استيت عقارات؟ فانت لما بتختار حاجه من دول بيجيب لك ثيم متناسق ومتوافق مع المشروع بتاعك. انا مش هختار اي حاجه من الحاجات دي، انا هقول له وورد بريس بحيث يجيب لي كل القوالب، تمام؟ بالشكل ده كده. هبدا انزل تحت شويه، تمام؟ هنا بيعرض لي طبعا يا جماعه كل بقى الثيمات بالشكل اللي انت شايفه ده. لو انا جيت قلت له مثلا هنا لايف بريفيو بحيث ان انا اشوف شكل الثيم ده هيبقى عامل ازاي، طبعا هيبدا دلوقتي يفتح له يعرض لي عندي الثيم بتاعي. شايف ده كده البرينود بتاع الويب سايت، تمام؟ ده شكل الثيم يا جماعه لو انا اشتريته، تمام؟ طيب فانا هنا يا جماعه اقدر من دلوقتي ان انا ادخل على مثلا لايف بريفيو تاني، اقدر اشوف شكل الثيم ان انا اقدر هشتريه او ان انا عاوز اشتريه عشان اتعامل بيه على ويب سايت خاص بيا انا. وليكن مثلا عجبني السيم ده، بعمل مثلا باي ناو، اقدر ان انا ادخل هنا اضيفه للكارت على طول واقدر اشتريه زي ما احنا ما شايفين. فده كان اول ويب سايت معانا يقدر يتعامل مع الثيمات اللي هي مدفوعه، اللي هو ثيم فورست. طيب عندنا موقعين تانيين مهمين جدا يا جماعه، انا وهو انفاتو. انفاتو من المواقع
يعني عايز اقول لك ان رائعه، المواقع رائعه جدا. انت مش هتلاقي فيه ثيمات وورد بريس بس، لا انت ممكن لو شغال يو اي ديزاينر او يو اكس ديزاينر هتلاقي فيه حاجات كتيره جدا من الكلام ده. لو عاوز مثلا ستوكينج فيديوهات، لو انت شغال مونتاج، لو انت عاوز مثلا ايكونز معينه، في حاجات كتير جدا وفي تصاميم كتير جدا انت تقدر تدخل على الويب سايت وتقدر تشوف اللي انت عايزه. لكن احنا اللي هيهمنا يا باشمهندس ان احنا لو جينا عند اون تايمز هنا او سوري اون ايتمز هنا، هتلاقي حاجه اسمها وورد بريس زي ما في ويب تمبلتس وفي سي ام اس تمبلتس. عندك هنا وورد بريس. لو ضغطت على الوورد بريس وجيت مثلا سرشت على كلمه مثلا سيمز بالشكل ده كده، هتلاقي طبعا هنا هيظهر لك سمات وورد بريس كتيره جدا. هتقول يا باشمهندس طبعا وفي هنا باجينيشن، تقدر بقى تقلب براحتك وتختار الثيم اللي انت عايزه. تقدر هنا لو جيت ضغطت على الثيم ده مثلا كده عشان تفتحه في تابه جديده، يقدر هنا يقول لك شويه معلومات وتفاصيل عن الثيم ده، بيستخدم ايه، ريسبونسيف مش عارف ايه. وهنا هو بيند ويز انيمنتور بيج بيندر. شايف الكلمه دي الانيمنتور يا جماعه اللي احنا شرحناها قبل كده، ان ما حدش طبعا او اللي مش متذكر ايه هو الانيمنتور او ما يعرفش ايه هو الانيمنتور يرجع للفيديوهات السابقه في الكورس بتاعنا. طبعا لو جيت عملت هنا لايف بريفيو هتشوف شكل السيم دلوقتي اوريدي، يعني لايف كده عشان تقدر تشوف هل ده هينفعك في الشغل اللي انت عايزه تشتريه ولا لا. تمام. طبعا وزيه زي انفاتو بالظبط، انت هتعمل له داونلود، ولكن بشرط انت ممكن تعمل اي تمبلت من ده داونلود. هتقول يا باشمهندس طب هو لما انا اقدر اعمل له داونلود، طب انا ليه يبقى دي من السمات المدفوعه؟ بكل بساطه لانك انت مش هتقدر تعمل له داونلود الا عند السبسكرايب تو داونلود. طبعا لو ضغطت على سبسكرايب تو داونلود هتلاقيه هنا بيعرض لك طبعا ان يا جماعه الباكجز والاسعار بتاعه المنصه اللي انت تقدر تشترك بيها. ده كده يا جماعه تاني موقع معانا بقى موقع، ويمكن ده الموقع الاشهر او الافضل بالنسبه لي انا كعلي. دايما بحب استخدم هذا السيم انا وهو وود مارت. سيم وود مارت يا جماعه من السمات الجميله جدا 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 في المتاجر الالكترونيه والمواقع التعريفيه. تمام. طب ليه هو الافضل او انا ليه بحب استخدمه؟ سيم وود مارت يا جماعه مش معقد كاستراكشر كودينج، بيبقى سهل جدا عليا كديفلوبر، اقدر اخش اتعامل معاه واقدر اعمل كاستم استراكشر جواه. طبعا كل ده برضه متاح في اي سيم وورد بريس في الدنيا، مش في سيم وود مارت بس، ولكن انا برتاح في استراكشر الوود مارت الاساسي. تمام. فطبعا كل استراكشر ممكن يكون مختلف عن التاني. تعالوا مثلا وليكن انا مثلا وقفت عند هذا السيم مثلا، وبالمناسبه السيم ده تعالوا نقول لايف بريفيو. تمام. بالمناسبه الثيم ده يا جماعه انا اشتغلت عليه ويب سايت حقيقي. يعني لو احنا جبنا مثلا هنا specs.com زي ما احنا شايفين ده هو السيم، حتى احنا لسه ما غيرناش الصور، ولكن احنا عملنا عليه شويه كاستم كده في حاجات البوب اب ديت، عملنا عليه منتجات جديده، عملنا عليه شويه حاجات كتير كده، ولكن يعني احنا بس كل الشاهد من الكلام ان هذا السيم هو هذا السيم. فيعني سيم وود مارت يا جماعه من السمات الجميله جدا، تقدر تشتريه بكل بساطه. بتقدر مثلا وليكن لو احنا مثلا دخلنا هنا مثلا، تعال ندخل مثلا على السيم بتاع البرفيوم ده. تمام. بتقدر طبعا بيعرض لك ان انت عايزه. تمام. المهم وقت ما انت ما بتحب تشتري اي ثيم فيهم، تمام، او سيم وود مارت عموما يا جماعه، خد بالك بس من حاجه عشان تبقى انت واخد بالك منها. كل ده قوالب لثيم وود مارت. طبعا يا جماعه واللي ما يعرفش ايه الفرق ما بين الثيم وما بين القالب برضه يرجع من الفيديوهات السابقه اتكلمنا عن النقطه دي. تمام. يعني اي قالب من دول انت مجرد ما بتشتري الثيم، اي قالب من دول بيكون متوفر معاك تقدر تركبه على الثيم ده. تمام. طيب وفي اي وقت حبيت تغير القالب ده، في اي وقت بتروح تعمل اعاده انستوليشن للقالب بتاعك وتسطب اي قالب انت عايزه مره ثانيه. حبيت مثلا وليكن اشتري هذا الثيم، هقول له باي وود مارت.
تمام، انا عاوز اشتري السيم ده، هيقول لك يا ريس خش سجل وادفع ب 59$، فانت تقدر تشتري اللي انت عايزه. فبكل بساطه يا جماعه احنا اتكلمنا النهارده عن ازاي تجيب سمات مدفوعه، وايه هي افضل الويب سايتات او افضل المواقع او افضل الويب سايتس اللي هي بتتكلم على السمات المدفوعه وتقدر تشتريها منها. شكرا جدا ليكم، ما تنسوش سبسكرايب للقناه وشير الفيديو ده. كان معاكم علي احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.